بالرغم من كل ما تتعرض له سوريا من استهداف، ما تزال قبلة كل داعمي القضية الفلسطينية، وبالرغم من الحملات التي حاولت وتحاول التشكيك بصدق موقف دمشق من قضية العرب المركزية، بقيت الشام محج فلسطيني الشتات. كيف لا؟ وما تزال المدافعة عن حق العودة في زمن الخنوع والتسويات، حيث أثبتت الأيام صحة موقفها من جوهر الصراع العربي الإسرائيلي. هنا دمشق، حيث تعلو أصوات العقول لتصل إلى القلوب. في حلقة جديدة عبر شبكة توب نيوز وصحيفة البناء اللبنانية، نستضيف فيها الدكتور نبيل أبو خروف، أمين عام الجبهة القومية الفلسطينية، للإضاءة على واقع فلسطيني الشتات ودور سوريا في دعم قضيتهم. الدكتور نبيل أبو خروف، أمين عام الجبهة القومية الفلسطينية للعودة، أهلا وسهلا بك عبر شبكة توب نيوز وصحيفة البناء اللبنانية. أهلا بكم، سعيد بلقائكم. أهلا وسهلا. دكتور، فلسطيني الشتات القضية الأشد حرجا والأكثر إشكالا في الصراع العربي الإسرائيلي، لماذا برأيك؟ بداية لابد أن نؤكد على بعض المسائل الأساسية فيما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني. جوهر الصراع العربي الصهيوني الذي نتج عن نكبة فلسطين وعن تشتيت وتهجير ما يقارب 1,000,000 فلسطيني من وطنهم التاريخي فلسطين، والذي عرف باسم النكبة في العام 1948، هو جوهر الصراع. هذا الجوهر ورد التأكيد عليه في منطلقات منظمة التحرير في الميثاق الوطني الفلسطيني الذي تزامن صدوره مع إعلان منظمة التحرير الفلسطينية. الحقيقة أنه جوهر الصراع لا زال لم يحل رغم الاتفاقات العديدة التي عقدت سواء على الصعيد الفلسطيني أو على الصعيد العربي. هذه الاتفاقات التي تمثلت باتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة، وثم في اتفاقيات أوسلو التي عقدت ما بين الرسمية الفلسطينية وما بين الكيان الصهيوني برعاية أمريكية في العام 1993 في العاصمة النرويجية أوسلو. الحقيقة أن الميثاق الوطني الفلسطيني الذي شكل عمليا الإجماع الوطني والقومي، أستطيع أن أقول أيضا، هذا الميثاق كان هو مركز الإجماع الوطني الفلسطيني، وبالتالي شكل النقطة جاذبة ومركزا لالتفاف الشعب الفلسطيني في كل في أماكن تواجده، في وطنه التاريخي في 48، في الأراضي التي احتلت فيما بعد في 67، وفي الشتات الذي يبلغ الآن ما يقارب 6,000,000 فلسطيني لاجئ. هذا الميثاق للأسف جرى التخلي عنه في عام 1974 حينما اعتنقت منظمة التحرير البرنامج المرحلي، والذي بموجبه تم قبول منظمة التحرير كعضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. لأن البرنامج المرحلي الحقيقة شكل إعلانا توافقيا ما بين جزء من الفصائل العمل الوطني الفلسطيني على أنه نقبل الآن في إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع المحتلتين في عام 1967، ونتابع نضالنا في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية الواحدة الديمقراطية كما جاء في ميثاق منظمة التحرير، لأنه كان المطروح تحرير كامل التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر، وإنهاء المشروع الصهيوني على قاعدة إقامة دولة ديمقراطية فلسطينية لكل ساكنيها يهودا وعربا، وبالتالي يعني ليس إلغاء الوجود لمن يريد أن يعيش في إطار دولة ديمقراطية واحدة، يعني حتى بالنسبة لليهود. لكن الذي حصل في عام 1974
بقبول البرنامج المرحلي أنه تم الموافقة على إقامة دويلة في أراضي ال67 المحتلة، وكان هذا إعلانا ببدء قطيعة أنا أرى أنها سياسية وتاريخية، لأنها كانت بمثابة الاعتراف بمشروع الدولة الصهيونية على أرض فلسطين، وبالتالي التعامل مع نتائج حرب 1967، لأن قرار 242 كان هو القاعدة والأساس في قبول الحل المرحلي. ومن هنا جرت قطيعة تاريخية وسياسية مع فكرة الدولة الديمقراطية. فيما بعد وخلال الحراك السياسي منذ طبعا في 74 جرى قيام جبهة الرفض، وجزء كبير من فصائل العمل الوطني الفلسطيني رفضت فكرة إقامة الدولة في الضفة والقطاع، وأصرت على التمسك بميثاق العمل الوطني الذي يجسد الإجماع الوطني والإرادة السياسية والمجتمعية والتاريخية للشعب الفلسطيني. إنما الذي حدث جرى صراع وجرى تقاتل بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني في لبنان من أجل تصحيح البوصلة باتجاه استعادة الميثاق، إلا أن الرسمية الفلسطينية في ذلك الوقت مغطاة بالرسمية العربية أصرت على نهجها. وفيما بعد هذا شجع بتقديري شجع النظام المصري على عقد صفقة كامب ديفيد بعد حرب تشرين التحريرية مع الكيان الصهيوني. يعني هنا بدأت الإشكالية في الشتات. نعم في التخلي عن الميثاق. أنا أعتقد وأؤكد على أن البرنامج المرحلي كان بداية الاعتراف بالحركة بالمشروع الصهيوني على أرض فلسطين، لأنه شكل قطيعة مع أراضي 48، شكل قطيعة مع النكبة الفلسطينية، وشكل اعترافا بوجود الدولة الصهيونية على أرض فلسطين، لأن الحديث بدأ يتم على فكرة التعامل مع أرض تحرير الأرض أو استعادة الأرض الفلسطينية في عام 1967 المحتل عام 67. من هنا هذا كما قلت لحضرتك أنه شجع على قيام النظام المصري بعقد صفقة كامب ديفيد. وفيما بعد وجدنا أن الذهاب إلى مؤتمر مدريد أيضا في سياق التسوية شكل أيضا مفصل مهم. وجدنا أن الموقف السوري كان موقفا رائعا في ذلك الوقت، والوفد السوري قدم درسا حضاريا وتاريخيا وسياسيا عن طبيعة الصراع مع المشروع الصهيوني. إلا أن عقد صفقة أوسلو، اتفاقيات أوسلو بين المنظمة وبين الكيان الصهيوني، وسحب ملف القضية الفلسطينية من الأمم المتحدة، والقبول بإقامة اتفاقيات أوسلو برعاية أمريكية، كان هو القشة التي قسمت ظهر البعير فيما يتعلق بتوصيف الحالة السياسية للمنظمة من حيث مسألة الاعتراف بالمشروع الصهيوني. أوسلو كان اعترافا صريحا بالمشروع الصهيوني. لماذا؟ لأنه كان عمليا قد تخلى عن مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة، ثم لأن أوسلو شكل خروجا على الإجماع العربي أو ما تبقى من الإجماع العربي، ولأن أوسلو شكل اعترافا صريحا ومباشرا بالدولة الصهيونية على 78% من أرض فلسطين التاريخية، وشجع مشروع، وهذا جعل الكيان الصهيوني يتقدم بمشاريع ذات بعد شرق أوسطي، لأن أوسلو كان اختراقا تاريخيا للحركة الصهيونية للمشروع أنا برأيي النهضوي العربي ولمشروع المقاومة بأبعاده الفلسطينية وبأبعاده الإقليمية. يعني الدكتور ملاحظ أنه رغم كل ما شاب الاتفاقيات ومسار المفاوضات من فشل، يعني وقضية الشتات الفلسطيني مؤجل، لماذا ترحل هذه القضية؟ وهل يعوض تحسين الأوضاع المعيشية نعم. حرمان 66 عام الفلسطيني؟ هو أخطر تأجيل جرى لحق العودة أو للقضية
القضية الفلسطينية هي قضية اللاجئين، هي قضية حق العودة وليس شيئا آخر. اللي حصل في أوسلو كان شيئا كارثيا بكل معنى الكلمة، لأنه جرى ترحيل قضية اللاجئين مع قضايا 4 أخرى، هي القدس والاستيطان والحدود وفكرة والمياه والثروات الباطنية في الأرض. وهي جوهر القضية. نعم، جرى تأجيلها باعتبارها قضايا عالقة معيقة للتفاوض. هذه استراتيجية يعني كان قد طرحها هنري كيسنجر، وهو يعني تفتيت نظرية الصراع، الانفراد بكل دولة عربية وعقد اتفاق منفرد معها، وطبعا هذا تجلى في كامب ديفيد، ثم في الانهيار الذي جاء بعد كامب ديفيد، الانهيار في المشهد العربي بأكمله. وجدنا أن هناك بعض النظم بدأت تستقوي بالمشروع الصهيوني، بعض النظم تستقوي بالمشروع الأمريكي المطروح لتطويق حركة التحرر داخل المنطقة. فكان لابد من اسقاط مشروع الوطني الفلسطيني، والانطلاق من اسقاط المشروع الوطني الفلسطيني لاسقاط المشروع خلينا اقول القومي بشكل عام. وهذا ماذا سيخلق؟ هذا سيخلق طبعا حصار لقوى المقاومة العربية، وعلى رأسها سوريا الحاضنة القومية لحركة المقاومة الفلسطينية، لحركة المقاومة اللبنانية في وجه المشروع الصهيوني الإسرائيلي، الحاضنة القومية لكثير من حركات التحرر العربية التي جاءت إلى سوريا وبنت نفسها ثم عادت وانطلقت في صراعها من أماكن في أماكن تواجدها ضد المشروع الصهيوني. ودعني أقول لك أيضا أن سوريا دعمت كثير من حركات التحرر العربية في كثير من الأماكن وقدمت لها المساعدات، وهذا لا ينكره كل ذو عين بصيرة. إنما الخطر حول سؤالك أعيد التأكيد على أنه في أوسلو، في اتفاقيات أوسلو جرى إسقاط فكرة لا يوجد بالمطلق في اتفاقيات أوسلو كلمة تتعلق في اللاجئين. هناك نص يتحدث عن تبادل لاجئين، أي تبادل أنه كان هناك بعض اليهود المقيمين في بعض الدول العربية الذين سعت الحركة الصهيونية إلى استجلابهم للكيان الصهيوني. طرح مبدأ التعويض المتبادل في إطار خارج السياق الأممي، خارج سياق الأمم المتحدة، ولم تطرح قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم هم جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، ولم تطرح بالمطلق أيضا قضية أن الكيان الصهيوني مسؤول سياسيا وقانونيا وأخلاقيا أمام المجتمع الدولي بأنه هو من قام بتنظيم عملية إبادة للشعب الفلسطيني للإنسان والمكان. وهذا بتأكدوا مسألة، هو أنه المشروع الصهيوني في أرض فلسطين قام على عاملين، عامل الهجرة وعامل الاستيطان. يعني إذا نزعنا الهجرة ونزعنا الاستيطان من المشروع الصهيوني بينتهي. يعني لو وقفنا الهجرة الآن على الكيان الصهيوني ما الذي سيحدث؟ الرافد البشري سيتوقف مع الإشكالات التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي. سنجد مع ربما تطوير المقاومة أيضا سنجد أنه بدل أن تكون الدولة الصهيونية هي مركز التجميع أو المركز الذي يتجمع فيه يهود العالم، وهي الآن ليست المركز الأول، هي المركز الثاني بعد أمريكا، سيبدأ في الانهيار، لأن هذا الكيان هو كيان مصنوع صناعة، وبالتالي لا يمكن في التاريخ الكيان الوحيد اللي تأسس في التاريخ من خلال أقاموا جيش هو الكيان الصهيوني، هو المجتمع الصهيوني. يعني المجتمع الصهيوني لم يتأسس في سياق تطور حضاري ومجتمعي وبالتالي بنى جيش، لا، اجى الجيش والعصابات الصهيونية وبنت المجتمع. هذا لم يحدث في التاريخ بالمطلق، لم يحدث. اتفاقيات أوسلو أخي العزيز أجلت القدس التي
استحوذ عليها الكيان الصهيوني خلال 20 عام من المفاوضات. وحدثني مسؤول خرائط بيت الشرق الأستاذ الدكتور خليل تفكجي، التقيت أنا وياه منذ 3-4 سنوات في العاصمة طرابلس، قال لي أنا أعرف البيوت بيتا بيتا التي يحاول الصهاينة أن يأخذوها يعني بطرق شتى، الإغراء في المال، الاحتيال إلى آخره. وفي الفترة الأخيرة سمعنا أنه في وكالة إماراتية تقوم بشراء البيوت، توهم الناس على أنها تشتري البيوت من أجل تحويلها إلى مدارس ومصحات. ثبت عكس ذلك تماما. القدس بكل ما تمثله من جوهر للصراع، كعاصمة تاريخية لفلسطين، كعاصمة دينية للأديان الكافة، كمركز حضاري أيضا، هذه القدس أجلت كقضية فنية عالقة. وقضية اللاجئين التي هي جوهر الصراع العربي الصهيوني جرى تأجيلها أيضا باعتبارها قضية فنية وليست قضية جوهرية. قضية السيادة والحدود أجلت، قضية بحث مستقبل الثروات الباطنية أجلت. إذا نحن أمام اتفاق سقفه صهيوني إسرائيلي، ومجرد سحب الملف الوطني الفلسطيني والقومي، أنا أرى أنه ليس ملفا وطنيا فقط، هو ملف قومي للأمة بكاملها، لأن فلسطين شكلت وعلى مدار 50 عام جوهر المشروع النهضوي العربي والسياسي. فلذلك اليوم سحب الملف الفلسطيني من الأمم المتحدة، القبول بأمريكا راعية، وضع هذه السلطة التي انبثقت عن اتفاقيات أوسلو في دائرة المشروع الصهيوني. ولذلك حينما يأتي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سيد محمود عباس ويعلن أمام الصحفيين وفي كل مكان وفي كل مرة أن التنسيق الأمني مع المشروع الصهيوني مسألة مقدسة، ويؤكد عليها 3 مرات أن الحفاظ على الأمن الصهيوني مقدس مقدس مقدس. وقال جملة مشهورة تاريخية: أنني لن أضرب الكيان الصهيوني بوردة، لن أضرب الكيان الصهيوني بوردة. يعني هذا كيف ينعكس على موضوع الشتات وقضية اللاجئين في الشتات؟ هذا جعل القضية ليست قضية دولية، على الرغم من أن الأمم المتحدة حجمت القضية. نعم، الأمم المتحدة أكدت على قرار 194 الذي صدر في عام 1948 آسف، اللي هو القرار 194. هذا القرار 194 يتحدث عن حق العودة للشعب الفلسطيني، وهو قرار قد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشترط على الكيان الإسرائيلي أنه لن يتم قبول إسرائيل عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا إذا قامت بإعادة الفلسطينيين الذين تم طردهم من ديارهم وبيوتهم وقراهم ومدنهم، وإعادة ممتلكاتهم لهم والتعويض عليهم أيضا. هذا نص القرار بمجمل. إسرائيل عادت وتنكرت للموافقة على نص القرار، وهذا القرار إلى اليوم من عام 48 إلى العام 1997 جرى عليه التأكيد 41 مرة في الأمم المتحدة مع بعض الإضافات في كل مرة. وكانت الولايات المتحدة إحدى الدول التي تصوت على حق العودة أيضا لغاية 97. بعد عام 1997 وتحت غطاء المفاوضات توقف التصويت على القرار. طبعا هذا نتيجة أن السلطة أسقطت القرار بالأساس في اتفاقيات أوسلو، وجدت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لا حاجة للتأكيد على أوسلو مرة أخرى، على قرار 194، باعتبار أن هناك مفاوضات جارية تحل القضية. طبعا القضية مستبعدة نصا من اتفاقيات أوسلو بالمطلق، لا يوجد حديث عن قرار 194. وللأسف في الحراك السياسي لمنظمة التحرير
على مدار 40 سنة أيضا كان مستبعد. يعني كان يحضر قرار 194 أحيانا، وأحيانا يغيب ولم يشكل جوهرا للحراك السياسي، بل على العكس بعد البرنامج المرحلي في عام 1974 جرى التأكيد فقط على إقامة الدولتين، وحل الدولتين تضاءل في اتفاقيات أوسلو ليصبح اتفاقيات غزة أريحة. اتفاقيات غزة أريحة جرت بعض الانسحابات من الضفة الغربية، وجرى انسحاب أحادي الجانب من غزة، ولكنه كان كارثيا على قطاع غزة لأن غزة تحولت إلى معتقل كبير. يعني اليوم نرجع لقضية الفلسطينية. الشتات هي أطول قضية في تاريخ البشرية، لماذا يتجاهل المجتمع الدولي حل هذه القضية اليوم؟ أخي الكريم، الإشكالية الكبرى أن منظمة التحرير أسقطت حق العودة، وأسقطت قرار 194 في واحد من أهم مفاصل مسيرة العمل الوطني الفلسطيني، وفي أهم من مفاصل الصراع العربي الصهيوني اللي هو اتفاق أوسلو. اتفاق أوسلو ألغى حق العودة بالمطلق، وكما تفضلت أنه جعله واحدة من القضايا العالقة وأجله وجعله قضية فنية، يعني قابلة للتسوية هي والقدس. اليوم السلطة الفلسطينية تتباكى على القدس. كيف تقبل السلطة بعقد اتفاق سمي تاريخيا مع الكيان الصهيوني يتجاهل يسلم القدس لليهود للصهاينة، يسلم اللاجئين ملف اللاجئين إلى العدم، اليوم الاستيطان يعني أيضا قضية عالقة اعتبرت. المشروع الصهيوني كما أسلفنا قام على مسألة التهجير والاستيطان، لأن الشعار الذي طرحته الحركة الصهيونية وهي بعد أن حصلت على وعد بلفور أو قبل حتى وعد بلفور، أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. دكتور، خلينا نكون صريحين شوي. اليوم ما الثمن المطلوب من فلسطيني الشتات؟ الثمن المطلوب من فلسطينيين الشتات هو التخلي عن حقهم بالعودة إلى فلسطين، وحتى مطروح ما هو أكثر من ذلك دفعهم إلى المهاجر البعيدة، استيعابهم كما يجري الآن أو في المشروع الاستيعابي الذي نفذه الأردن، حيث هناك 2,000,000 فلسطيني في الأردن منحوا الهويات والجنسيات الأردنية في إطار استيعاب ديموغرافي واجتماعي وسياسي، وهذا يتناقض مع اعتبار الفلسطينيين ضيوف في البلدان العربية التي تستضيفهم، والعمل على بلورة قضيتهم في أبعادها السياسية، وعلى عدم إدماجهم في المجتمع المضيف، لأن هذا يتناقض مع تطلع الشعب الفلسطيني إلى العودة إلى دياره ومدنه وقراه. المسؤولية التي تترتب اليوم على فصائل العمل الوطني الفلسطيني أن عليها أن تعيد صياغة مشروعها الوطني، وتجعل من حق العودة وتقرير المصير هدفا استراتيجيا في العمل الوطني الفلسطيني، لأن الشتات الفلسطيني لن يتخلى عن حقه في العودة. وأعتقد جازما أن ما تعرضت له مخيماتنا الفلسطينية في غزة وفي سوريا من هجوم صهيوني في إطار الحركات الإسلاموية والجماعات المسلحة التي استهدفت المخيمات، إنما هو استمرار للنهج الذي مارسته العصابات المسلحة الصهيونية ضد التواجد شعبنا على أرضه، واستمرار لنهج الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل الذي عمل على استئصال
المجتمع الفلسطيني وتدميره وتحويله إلى لاجئين عبر عمليات طرد وتدمير وإبادة منظمة قامت قبل 48، ولكنها بلغت ثروتها في عام 1948 حينما ولد الكيان الصهيوني بقرار التقسيم الذي لم يمكن الشعب الفلسطيني في إطار هذا القرار من ممارسة حق تقرير المصير وإقامة حتى دولته، علما أن الشعب الفلسطيني رفض قرار التقسيم، وهذا أمر عادي جدا. طبعا ما يؤكد على أن المشروع الصهيوني كان مشروع تدميري، وأنه جرى تدمير 531 قرية وتجمع ومدينة صغيرة في فلسطين التاريخية عام 1948، وجرى عمليا طرد ما يقارب المليون، وهذه كانت واحدة من أعظم بتقديري عمليات التطهير العرقي في القرن العشرين. يعني دكتور، بين التهميش والتجنيس يعني معادلة يترفاها مر بالنسبة للفلسطيني بعد مرور عقود على القضية الفلسطينية، لمن تترجح الكفة؟ نحن كما قلت لحضرتك، وهذا سؤال مهم جدا، يعني له تداعيات وله امتدادات كثيرة. لابد لنا أن نعود إلى الينابيع الأولى التي شكلت عمليا الإجماع الوطني الفلسطيني، وجعلت الشعب الفلسطيني يقدم الغالي والرخيص وينخرط في مشروع الثورة الفلسطينية المعاصرة. هذه مقابر الشهداء في كل الأرض السورية وفي الأرض الفلسطينية وفي الأرض العربية، كلها غالبيتها من اللاجئين، لأنهم وجدوا أن الثورة هي أقرب الطرق إلى استعادة حقوقهم. ولا يوجد بيت فلسطيني لم يقدم شهداء في الشتات وفي الأرض المحتلة طبعا. ولكن اليوم السؤال مصيري وكبير كما تفضلت: ما هو المصير 6 مليون لاجئ؟ هذا السؤال مطروح على كل فصائل العمل الوطني، مطروح على شعبنا نفسه لكي يبادر إلى تشكيل قوة مجتمعية منبثقة من أوساطه تمثله وترفع صوته إلى المحافل الإقليمية والدولية، وتمنع عبث العابثين، وتطرح الميثاق الوطني الفلسطيني في إطار استراتيجي يعمل على إحياء المشروع الوطني الفلسطيني واعتبار حق العودة جوهر الرئيس، وعلى تعميق التحالف مع القوى السياسية القومية العربية التي أريد لها أن تكون بمنأى عن المشاركة في المشروع الوطني الفلسطيني، والتي شكل أوسلو بتقديري يعني البوابة الرئيسية لانهيار الموقف العربي، وجعل بعض القوى العربية تقول أننا لسنا معنيون بما نحن مع الفلسطينيين، لسنا ملكيون أكثر من الملك. ولذلك إذا كان كامب ديفيد قد كان بوابة الانهيار القومي، فأنا أعتقد أن أوسلو كان بوابة انهيار مشروع الأمة، لأن فلسطين شكلت جوهر المشروع القومي النهضوي. وحينما يتم سحب هذا المشروع من حاضنته العربية وسحبه من حاضنته القانونية اللي هي الأمم المتحدة، ومن ثم تسليم مقاليد الأمور إلى الولايات المتحدة كراعية، ومن ثم أيضا الانسياق وراء الوعود الصهيونية التي ثبت بعد 20 عاما أنها أكلت الأرض وساهمت في تهويد المكان، وهم اليوم يبادرون لتدمير العلاقة ولتهويد فلسطين التاريخية في حيفا ويافا وعكا. هناك محاولة لتدمير البيوت، لنقل الفلسطينيين من بيوتهم القديمة في عكا ويافا والناصرة وإلقائهم في بيوت بعيدة عن أماكن سكنهم، ومصادرة الأراضي في داخل فلسطين التاريخية 48. هذا يجري أي على طريق إعلان يهودية الدولة. يعني تتحدث عن ميثاق وطني وعودة إلى الميثاق، كيف نعود إلى الميثاق في ظل غياب دور منظمة التحرير، انقسام سياسي فلسطيني، تراجع إمكانيات الأنروا؟ يعني هي الأطراف الثلاثة الممسكة بالقضية الفلسطينية
مهمش كيف نعود لميثاق؟ أولا يعني لابد أن تقف الفصائل العمل الوطني الفلسطيني أمام مسؤوليتها التاريخية وأمام شعبه. لابد أن تكف عن المجاملة مع هذه السلطة التي تصهينت وتماهت مع المشروع الصهيوني، حينما يعلن زعيم هذه السلطة بأن التنسيق الأمني مع المشروع الصهيوني مقدس 3 مرات. الآن ما يعيق قيام انتفاضة ثالثة، في الضفة الغربية هو السلطة، لأن السلطة تنسق مع الكيان الصهيوني، وهناك 17 جهاز أمني بينسق وبشكل يومي مع الأجهزة الأمنية الصهيونية. الانتفاضة ظهرت بوادرها في القدس وفي أراضي 48 المحتلة منذ 67 سنة، وحينما بدأت تنتقل إلى الضفة فرض حصار شديد على منازل الناشطين السياسيين، فرض حصار شديد على التجمعات، على المدارس، على الجامعات. هناك اعتقالات جملة قد لا يسمع الناس عنها. السلطة أصبحت تمثل اليد الإسرائيلية الصهيونية داخل الضفة الغربية. هناك اعتقالات، هناك عمليات قمع ضد من يفكر في محاولة القيام بأي مبادرة على صعيد الانتفاضة أو على صعيد دعم صمود أهلنا في 48 الذين هم بدأوا بقيادة الانتفاضة وبقيادة المقاومة والعصيان في الأسابيع الأخيرة، نتيجة الإحساس بما حدث أيضا في غزة لأهلنا ولشعبنا العربي الفلسطيني، حيث قامت إسرائيل بعدوان. لا أعتقد أنه هناك شيء يماثله إلا ما قامت فيه النازية ضد البشرية في الحرب الكونية الثانية. يعني وهناك استفتاءات واستطاعات رأي في العالم أن الكيان الصهيوني اليوم هو الأكثر خطرا على البشرية. ما يتعلق في سوريا، يعني اليوم يعني عدد 150 ألف فلسطيني لاجئ في سوريا هاجروا إلى أوروبا نتيجة استباحة الجماعات المسلحة. يعني هذا النسيج الذي يمثله المخيمات مطلوب ضربه، مطلوب تفتيته. ما المطلوب منه؟ المخيمات الفلسطينية والتجمعات الفلسطينية كانت هدفا دائما للكيان الصهيوني، حينما كانت ولا تزال هذه المخيمات حاضنة للعمل النضالي الفلسطيني وحاضنة لمراكز الانطلاق في العمل الوطني في سوريا، في لبنان، في الأردن، في السبعينات. واليوم في كل تجمعاتنا لا أستطيع إلا أن أقول أنها تجمعات مقاومة. في غزة المخيمات تجمعات مقاومة، في الضفة هي تجمعات مقاومة. وهذه يعني الوجود المخيم هو رمز للمقاومة، ولذلك يدرك الكيان الصهيوني أهمية أن يفتت بنية هذه المجتمعات الفلسطينية، سواء كان في الشتات أو سواء كان في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهناك ما يقارب 3 مليون فلسطيني، وفي ما يقارب 3 أو أكثر مليون فلسطيني موجودين في سوريا والأردن ولبنان ودول الخليج وفي الشتات الأوروبي والأمريكيتين. يعني أنا قلت لك 6 مليون، لكن هناك دراسات تقول لا، حوالي 600-700 ألف، 6 مليون 700 ألف أو 800 ألف. فالحقيقة أنه لابد للشعب الفلسطيني عبر كل مؤسساته وعبر كل قواه أن يعيد بناء مبادرة نضالية لتثبيت البعد القانوني والبعد السياسي لحق العودة. البعد القانوني متمثل في التأكيد على أهمية أهمية صياغة خطاب قانوني وسياسي والاستمرارية في مخاطبة المجتمع الدولي وفي مخاطبة الأمم المتحدة ومن
محاولة إيقاف هذا القانون الدولي. نحن متمسكين في هذه المسائل لأنه هي سلاح الغرب، كان في وجه الهجوم على ليبيا، في وجه الهجوم على العراق، في وجه الهجوم اليوم بيحاولوا يستخدموا المجلس الأمن والأمم المتحدة للضغط على بلد ديمقراطي ذو سيادة لعب دورا مهما في إقامة علاقات دولية متوازنة على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي، وعني بذلك سوريا. ما يجري من هجوم على سوريا يمثل اليوم تنمية الهرم الإمبريالي، سواء كان في تمويل هذا الإرهاب الذي أخذ شكل إرهاب الدولة بالنسبة لتركيا، بالنسبة للولايات المتحدة نفسها، بالنسبة لفرنسا، بالنسبة لبريطانيا. هذه الدول التي تتحدث عن ديمقراطية الصندوق الانتخابي وتتحدث عن محاسن الديمقراطية الغربية، اليوم تمول إرهاب دولي منظم وتعمل على قلب استقرار دولة لعبت دورا أساسيا في صياغة العلاقات الدولية على أساس متين، سواء كان في المستوى الإقليمي ولا كان في المستوى الدولي، وتحاول ضرب استقرارها، متجاوزة بذلك كل مواثيق العمل الدولي وكل مواثيق القانون الدولي، وتحرض عبر دولة جارة اسمها تركيا على العبث في الاقتصاد والعبث في الجغرافيا والعبث في الواقع المجتمعي لدولة جارة. يعني اليوم العلاقات الدولية والقانون الدولي يقف على رأسه في العالم، وبالتالي أعتقد يعني يا ريت تعيدي الطرف الثاني من السؤال. يعني كنا عم نحكي عن المغريات، انه اليوم بين التجنيس نعم وبين التهميش، هذه المعادلة هذه خطيرة، هذه معادلة خطيرة جدا. التجنيس يعني هو القضاء على حق العودة، التجنيس هو تثبيت للمشروع الصهيوني على الأرض العربية والفلسطينية. التجنيس هو عملية اغتيال سياسي، اغتيال اجتماعي، اغتيال تاريخي، اغتيال للإنسان للمكان، وبالتالي كل من يجنس هو عمليا يقف في اصطفاف واحد مع المشروع الصهيوني. من يهاجم المخيمات اليوم في سوريا ويختطف هذه المخيمات ويدمرها بحجة أنها أرض سورية كما قال أحد المعارضين، فهو ضالع، بل هو يجلس في غرفة عمليات واحدة مع أركان الجيش الصهيوني، ويدير معركة تستمر مستمرة من 48 عام 1948 تاريخ النكبة وتهجير الشعب الفلسطيني إلى الآن. هو مشروع واحد، كل من يمارس هذا الدور. من يقول دكتور يعني انه الى متى الفلسطيني قادر على ان يبقى يعيش في حالة تهميش؟ يعني هذا التهميش اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا، سؤال جميل. النهاية في حياة. سؤالك جميل، وسؤالك في يعني كبد المسألة. أنا قبل أن تشرفني حضرتك كنت في حديث مع بعض الأصدقاء الذين هاجروا، وكنت في حديث مع صديق كان ضيف عندي صباحا، إنه إلى متى يمكن لشعب العرب الفلسطيني أن يتحمل هذه الحالة. يعني أهلنا عاشوا في خيم لأكثر من 10 سنوات حينما لجوا إلى البلدان العربية، أكرموا، وكان هناك مؤاخاة كمؤاخاة المهاجرين بالأنصار في سوريا وفي بعض الأقطار العربية، لكن في سوريا كانت سوريا هي القلب وهي البوابة التي احتضنت الشعب الفلسطيني، ومن ينسى فهو بلا ذاكرة، لأن الثورة انطلقت من هنا، من الأرض السورية، الثورة الفلسطينية المعاصرة، وتعززت ونمت وشبت أيضا على هذه الأرض وبين حنايا هذا المجتمع. اليوم ردا على سؤال حضرتك، هذا الواقع الذي وصل إليه حال المخيمات، لا سيما بعد عمليات المصادرة والهجوم على المخيمات
وطرد السكان ومحاولة الهيمنة من يعني مش بس هيمنة، تدمير الإنسان والمكان. هذا المخيم هو نقطة تجمع ونقطة انطلاق للعودة إلى الوطن. لم نغادر مخيماتنا لأن خط نظر بيننا وبين فلسطين 30 كيلومتر أو 40 كيلومتر مربع. والدتي توفيت في عام 86، كانت تقول لي: أنا حينما أستيقظ صباحا أصعد إلى السطح وأسقي زراعات وأتنشق هواء فلسطين. بالنسبة لي فلسطين، دعيتها لأن تسافر معي حينما كنت في السفر، رفضت. قالت: أنا أشم هواء فلسطين يوميا. وبالتالي فلسطين لا يمكن للمخيمات الفلسطينية إذا تم إبعادها من لبنان ومن سوريا، يعني سنواجه معضلة هائلة ومرعبة. ولذلك أدركت الصهيونية وأدرك عملائها من المتصهينين، من الذين حملوا السلاح المتطرف ومن الجماعات المتطرفة اليوم التي استهدفت المخيمات كما استهدفت سوريا واستهدفت أحيائها، لأننا نرى في استهداف سوريا أيضا استهداف في فلسطين. المشروع الوطني السوري هو مشروع قومي، مشروع هوية. سوريا هي دولة على حدود فلسطين. بن غوريون قال في الحرف الواحد: لابد من تحطيم البنى المجتمعية والسياسية والاقتصادية لسوريا ولبنان، لأن الكيان الصهيوني، لأن دولتنا لا تستطيع الاستمرار في ظل وجود دول وطنية قومية محيطة بها. من هنا اليوم نلاحظ استهداف الدولة الوطنية في سوريا، استهداف الدولة الوطنية في العراق، في ليبيا، لكن التركيز على سوريا لأن سوريا هي قلب مشروع المقاومة وهي عمق استراتيجي لفلسطين. وبالتالي اليوم يعني أنا فهمت من سؤالك أنه كيف يمكن أن نسلط من وجود المخيمات، كيف يمكن أن نعمل على تدعيم وجود هذول الناس، على خلق فرص العمل لهم. هم بسوريا الحقيقة الفلسطيني يتمتع بكل فرص العيش والوجود التي يتمتع فيها المواطن السوري. في لبنان لا، طبعا في لبنان الفلسطيني محروم من 270 مهنة أن يزاولهم. والوضع يعني بالمناسبة وضع المخيمات الفلسطينيين في لبنان وضع يعني مش تحت خط الفقر، وضع معيب وسيء للغاية جدا. وبالتالي أيضا يعني في تسرب وفي هجرة كبيرة. اليوم أصبحوا الشباب يطلعوا يطالبوا في الهجرة. فأنا أرى أن يعني على كل المهتمين بالشأن الوطني أن يعيدوا بناء الخطاب السياسي، وأن نوحد موقفنا السياسي والنضالي على أسس جرى الإجماع عليها منذ انطلاقة العمل الوطني. والآن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الإقليمية والمحلية والدولية، ونعيد صياغة مشروعنا المقاوم، مشروعنا السياسي، مشروعنا المجتمعي. نحن بلا مشروع مجتمعي، بلا مشروع اقتصادي كمجتمع فلسطيني. يعني اليوم مثلا مخيمات الضفة الغربية تعاني من فقر شديد، مخيمات الفلسطينيين في الأردن تعاني من أوضاع غاية في السوء، المخيمات الفلسطينية في داخل غزة تعاني من أوضاع غاية في السوء، وشعب يعاني من حصار من أكثر من 7-8 سنين، وقبل ذلك كان يعاني من الاحتلال. اليوم متروك أكبر سجن عرفه التاريخ هو سجن غزة. هذا السجن في فقر، الناس انطمست من كم يوم بمياه المجاري، الصف الصحي، في فقر، في مرض. يعني يجب أن يتفهم إخواننا العرب في مصر أنه لابد من بناء معادلة. لا يعاقب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إذا كان هناك بعض الاتهامات لبعض الفصائل في تورطات ما. يجب أن تقدم الصورة للجمهور العربي بشكل واضح، ويجب أن تعاد صياغة العلاقة مع المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة. لا يجوز هذا التجاهل لمليونين يعانوا من الفقر،
من المرض، يعانوا من الحصار. لا يجوز مع هذه الحرب الأخيرة التي شنت. أنا أقترح على الدول الصديقة للشعب الفلسطيني وعلى الفعاليات العربية وعلى المؤسسات الاقتصادية أن تقدم الدعم وفرص العمل والمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمشاريع الإنتاجية الكبيرة، وأن تساهم في بناء المؤسسات التعليمية في مخيماتنا حتى تستطيع هذه المخيمات الصمود. وإلا كما تفضلت التساؤل يبقى قائما: إلى متى يمكن لإنسان الآن يعيش في مأوى نتيجة اختطاف مخيم اليرموك ودخول العصابات المسلحة إليه؟ وبالمناسبة هناك مغريات، يعني مشكلة اليوم في مغريات كبرى. اليوم يعني الكويت تقدم مغريات كبيرة، دول الغرب والأوروبا في مغريات. ماذا ستقول للفلسطيني بعد 60 عام، أكثر من 60 عام من ضياع الأفق؟ يعني أنت تعلم تماما أنه كان ممنوع يعني على الفلسطيني أن يعني ينزل في مطار. يعني أنا شخصيا في كثير من مطارات العالم أحيانا لم أستطع النزول من الطيارة، وأحيانا في المطار ممنوع تخرج، بينما الناس الأخرى ليه؟ كان هناك حصار على الفلسطيني. اليوم كما تفضلت تفتح الآفاق أمام الهجرة وتعطى الفيز أحيانا، والمفوضية الأوروبية وبعض المؤسسات المجتمع المدني الأوروبي بالمناسبة تقدم مغريات للضفة، مخيمات الضفة، ولبعض مخيماتنا في غزة وفي الأردن. وهناك هجرة سرية تقدم عبر هذه المفوضيات وهذه المؤسسات المدنية يسموها الأنجوز. الحقيقة يعني عمليا ماشي الهجرة، لكن الآن التطور البارز والأحدث هو بعد العدوان على غزة، بعد العدوان على سوريا، والعدوان المستتر على لبنان. أيضا مخيماتنا في لبنان يعني في طور التفجير ويستولي عليها الإرهابيين، وهناك يعني مخططات مستمرة. 29 تشرين الثاني، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. هذا العام اختارت جاليات المؤسسات الفلسطينية في الشتات دمشق مكانا لعقد مؤتمر الثالث. ما الرسالة التي أراد فلسطينيو الشتات إيصالها لسوريا وللعالم؟ الحقيقة فلسطينيون الشتات هم جزء من الشتات الفلسطيني، هم جزء من الواقع المجتمعي، جزء من الحراك المجتمعي الفلسطيني. وفلسطينيون الشتات يعني عبر تواصلهم مع مؤسسات المجتمع الأوروبي، مع رجال البرلمان، مع الأحزاب والقوى، استطاعوا أن يوجدوا أرضا صلبة، واستطاعوا أن يشرحوا ويقدموا الكثير عن القضية الفلسطينية. ولاحظنا ذلك في هذه المساعدات وفي هذه المواقف الدولية المتقدمة على مستوى البرلمانات الدولية، على مستوى العمل المجتمعي ومؤسسات المجتمع المدني، على مستوى بعض الأحزاب وبعض القوى السياسية. لاحظنا كيف أن البرلمان البريطاني يعني أخذ موقفا متقدما، والأسباني وبعض البرلمانات الدولية. يعني أعتقد بأن الفلسطينيين الشتات جاءوا إلى سوريا لأن سوريا اليوم تمثل الأرض الصلبة للمقاومة العربية، للمقاومة الفلسطينية. هي ظهيرنا الأخير وهي خندقنا الأول والأخير، لكنها ستبقى خندق أول في المواجهة. أعتقد أنهم جاءوا ليقولوا نحن مع سوريا لأن سوريا قلب فلسطين، نحن مع سوريا لأن سوريا كانت منطلق العمل القومي والوطني الفلسطيني، ولأن القائد الراحل حافظ الأسد تحمل ضغوط العالم كلها ورفض أن يخرج فلسطينيا واحدا من مكانه من موقعه، ووقف إلى جانب الشعب الفلسطيني مع الشعب العربي السوري في شتى مسمياته، في كل مؤسساته، في مختلف حكوماته. وقف إلى جانب الشعب العربي الفلسطيني وإلى جانب برنامجه السياسي المقاوم. واليوم الرئيس بشار الأسد يقدم نموذجا رائعا في الصمود. هذا الرجل القائد العربي المقاوم الذي سوف يكتب عنه التاريخ بأحرف من نور، أنه في الساعة الظلماء، في اللحظة الظلماء، كان قمرا مضيئا بمواقفه، برجولته، بإبائه، بعروبته، بانتسابه إلى أمة
يؤمن بأنها ستعيد المجد للعلاقات الدولية، ستعيد مجد سوريا والوطن العربي، وبأن سوريا سوف تضع حجر الأساس في مشروع المقاومة يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الدولية وحقيقة وطبيعة التحالفات التي تسعى الولايات المتحدة مع حلف الناتو إلى ترسيخها في الألفية الثالثة، بحيث تجعل من الوطن العربي شرق أوسط، وبحيث تجعل من هذه المجتمعات في حالة فوضى خلاقة. وهذه الفوضى الخلاقة طبعا هي مذبحة سياسية مفتوحة ومجتمعية وتاريخية وإقصائية. أعتقد أن مواجهتها اليوم تجري على الأرض، والنظام الدولي الجديد بعلاقاته الدولية الجديدة يترسخ، ومنطلقه ستكون سوريا. كل ما يتشكل الآن في إطار الواقع الاقتصادي الجديد في العلاقات الدولية، دول بريكس والدول المجموعات الاقتصادية الأخرى، التحالفات السياسية الإقليمية والدولية تقوم على إدراك، يعني أعتقد أنه إدراك بعيد العمق إلى أن سوريا فعلا مثلت ولادة النظام الدولي بمفهوم العلاقات الدولية الجديدة التي تنهي الحرب الباردة وتنهي بنفس الوقت مشروع الشرق الأوسط الكبير، وتنهي الفوضى الخلاقة، وتعيد للمنطقة مشروعها العربي المقاوم بجوهره التي شكلت فلسطين دائما عمقه الاستراتيجي. المؤتمر أكد على دور سوريا وإيران في دعم الشعب الفلسطيني، ولكن بالمقابل يتهم الغرب والمعارضة ويتهم سوريا وإيران بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية. يعني بين تجاذبات الرأيين كيف تمضي يوميات القضية الفلسطينية؟ سؤال جميل أيضا. يوميات القضية الفلسطينية الآن تولد من خلال الحقيقة ما تتعرض له سوريا، ما تعرضت له غزة، ما تعرضت له المقاومة في لبنان. هذه الاعتداءات والتمددات التي مارسها الكيان الصهيوني منذ نشأته، والتي تمثلت بمحاولة تطبيق الشعار الشهير من الفرات إلى النيل حدودك يا إسرائيل، والشعار الذي أطلقه بن غوريون أنه حدودنا حيث تصل أقدام جنودنا. أعتقد أن أقدام الجنود في حرب 2006 قد يعني أصبح مجال جغرافيا العسكرية والسياسية والاقتصادية يعني قد وضع الكثير من الموانع أمام تمددها. واليوم أيضا الحرب التي خاضتها سوريا في 1973 أعطت درس أن سوريا قادرة على أن تخوض حروب أخرى وتنتصر للقضية العربية. والحرب التي خاضتها إسرائيل الآن في قطاع غزة ضد شعب أعزل، إلا أنه استطاع أن يجترح من واقعه ومن حصاره أسلوبا للمقاومة أذهل العالم وجلب احترام العالم وتعاطفه، لأن هذا الشعب المحاصر يستطيع أن يرد العدوان بصدره وبأدوات تصدي البسيطة. أعتقد اليوم أن سوريا بعثت رسالة للعالم بأن فلسطين هي قضيتي، ويدرك العرب المتخاذلون، الرسمية العربية المتخاذلة تدرك أن سوريا حينما تصمد بوجه المشروع الصهيوني الذي اختاروا التحالف معه بدل اقتلاعه، لأنهم اعتقدوا أن التحالف مع المشروع الإسرائيلي الصهيوني أقل كلفة من العمل على اقتلاعه وإنهائه، وبالتالي سيندمون لأنهم سيكتشفون أنهم أخطأوا، لأن الانتصار على هذا المشروع والوقوف بوجه توسعيته وعدوانيته هو أقل كلفة، ولأنه يفتح الباب
أمام نهوضنا الاقتصادي، نهوضنا الثقافي، نهوض أمة ليست أمة شرق أوسطية، هي أمة عربية. يعني تزامن المؤتمر الشباب الفلسطيني مع مؤتمر دولي بدمشق لمناهضة الإرهاب والتطرف بمشاركة 25 دولة عربية وأجنبية. هل غيبت قضية الإرهاب القضية الفلسطينية عن المستوى العالمي؟ لا أعتقد، لأن الإرهاب الذي تتعرض له سوريا جزء من الإرهاب الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني ضحية إرهاب منظم منذ قيام الكيان الصهيوني عام 1948، وبالتالي هذا الإرهاب الذي مورس على الشعب الفلسطيني اليوم يمارس على الشعب السوري والشعوب العربية الأخرى التي تعرضت لعدوان حلف الأطلسي، لأن سوريا تدفع الإرهاب عن نفسها. سوريا تعرضت لإرهاب في عام 1980 على يد مجموعات إسلاموية كانت تقاتل بتفويض من واشنطن، والحرب التي تشن اليوم على سوريا هي حرب إرهابية ذات شقين: شق تمارسه الدول الأعضاء في حلف الناتو، والذين هم أعضاء بعضهم في مجلس الأمن وبعضهم مؤتمنين على صيانة السلم الدولي، وبعضهم أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل عضو ملتزم بتحقيق والعمل على جعل القانون الدولي هو الناظم للعلاقات الدولية. اليوم هذه المجموعات هي التي خرجت عن القانون، هي التي مارست الإرهاب الدولي، إرهاب الدول، هي التي تحاول أن تعيد بمشروعها العسكري بعض اللمسات السياسية لمشروع حلف الناتو، وهي التي اليوم تحاول في ظل الخلل في موازين القوة في العالم أن تسرع في ترتيب أوضاع بعض المناطق الحساسة، وسوريا قلب أوراسيا. ولذلك جغرافيا كل علماء الجيوبوليتيك يقولون أنك إذا أردت أن تهيمن على العالم عليك أن تهيمن على أوراسيا. سوريا قلب أوراسيا. إذن سوريا كانت عبر التاريخ دائما محطة بل مركز استهداف، لأنها بالمقابل مركز استقطاب. فما بين الاستقطاب والاستهداف دائما، ما بين الاستقطاب والاستهداف هناك ايديولوجيا القوة، وهناك دائما استهداف لهذا المركز الذي تمثل سوريا قلبه الجغرافي، قلبه الحضاري، قلبه السياسي، قلبه العسكري. فالجيوبوليتيك اليوم يلعب دورا في هذه الهجمة على سوريا. الهوية الحضارية التي تمثلها سوريا بعمقها العربي، بعمقها الاستراتيجي، أيضا هي محط استهداف. إقامة هذا الكيان الصهيوني في إطار الحراك الاستعماري الذي بدأ في منتصف القرن التاسع عشر واستمر إلى منتصف القرن العشرين بشكله المباشر، ثم أخذ شكلا غير مباشر بعد منتصف القرن العشرين، اللي هو محاولة ربط الكيانات التي استقلت بعد الحرب العالمية الثانية، أو معظم هذه الكيانات، بالاقتصاد العالمي وبالسياسات المحاور العالمية، وبالتالي الوصول إلى إقامة تكوينات وتشكيلات سياسية واقتصادية لخدمة الهدف، خدمة المشروع الصهيوني الذي أقيم من أجل منع قيام أي تنمية قطرية أو مركزية أو قومية في الوطن العربي. والحرب اليوم اللي تشن على سوريا أعتقد جازما أنها من أجل تحويل هذا الكيان إلى كيان محوري وإلغاء مراكز القوة الاقتصادية والسياسية والثقافية والقومية، وهذا يعني استهداف سوريا. لذلك أعتقد أنه لابد من صياغة خطاب أيضا ثقافي وسياسي يقوم هذا الخطاب على ليس فقط استنهاض وليس تعبئة الناس، لا، دراسة مراكز القوة
مكامن القوى المجتمعية الاقتصادية الثقافية، قطع الطريق على محاولات الاختراق التي تجري للعقل العربي أو للعقل السوري أو للعقل الفلسطيني. استجماع، أنا رأيي في قطيعة مع يعني فلسطينيا، في قطيعة مع الناس، في قطيعة مع الشعوب، وفي قطيعة مع يعني المجتمعات الفلسطينية في أماكن وجودها في الشتات وفي الداخل، وفي استقواء فلسطينية، في استقواء. النظم العربية الرسمية الأخرى تمارس استقواء واستبعاد وتجهيل، لدرجة أن في حالة اسمها لا يقين الآن في الواقع الثقافي والاقتصادي والسياسي العربي. يمكن المختص يعلم ماذا يحدث، لكن الإنسان العادي كما يقولون مضروب على رأسه يعني ولذلك الآن البعض يتحدث عن ثقافة الدجاج التي تروج لها الفضائيات. يعني الفضائيات هذه لا تقدم شيئا. يمكن الإعلام السوري، وهذا مش يمكن يعني مؤكد، الإعلام السوري يقدم الحقيقة كما هي، ويقدم ليس رؤيته إنما رؤية يعني الرؤية الثقافية، الموروث الثقافي، الموروث السياسي، الموروث العربي، الموروث المجتمعي الذي هو دينامو أي موقف اليوم فاعل في العلاقات الدولية، فاعل في إطاره الإقليمي. وبالتالي ليس عيبا أن أتحالف اليوم أنا مع الجمهورية الإسلامية، ليس عيبا أن أتحالف مع حزب الله. هذول العمق الاستراتيجي والثقافي والفكري والمجتمعي. وعمليات الهجوم التي تشكك بدعم سوريا أو بموقف سوريا مع القضية الفلسطينية، يعني أنا برأيي أنها يعني لا تشكل أكثر من فقاعة الصابون بالمطلق. الدكتور نبيل أبو خروف، أمين عام الجبهة القومية الفلسطينية العودة، شكرا لك، كنت ضيف عزيز على شبكة توب نيوز وصحة البلاد اللبنانية. أشكركم وأشكر هذه الشبكة وأشكر توب نيوز وأشكرك شخصيا وأشكر أيضا الأستاذ نصر الخليلي. شكرا لكم. في الختام الشكر، كل الشكر لكم متابعينا الكرام. نعدكم أن يبقى هنا دمشق صوت العقول الأقرب إلى القلوب. الأسبوع القادم يتجدد الموعد. لكم تحيات فريق عمل البرنامج، سعد الله الخليل معدا ومقدما، والمخرج شادي شمس الدين. سلام الله لكم وإلى اللقاء.